السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني، إن شاء الله هذا هو الجزء الثاني من موضوع القولون العصبي، أسبابه وعلاجه. هذا الدرس إخواني قد يكون فيه كثير من المحاور وكثير من النقاط نحاول أن نجمعها وندرسها مع بعض إن شاء الله. في الدرس الماضي، بعد أن نصحت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الحجامة لمن كان يعاني من القولون العصبي بالذات وأن يحرص عليها، فقال بعض الإخوة أنهم يجدون، خاصة لمن أقدم عليها في أول مرة، يجد بعض الرهبة والرهاب والرعش، وقد يتغاشى بعضهم وقد أغمي بعضهم أصلا. أقول: لا يهيدنكم ذلك كله، فإن ما يجده الذي يقدم على الحجامة من شعور هو بسبب جبن وخوف القرين. العبد قد يتبرع بالدم وقد يجرح، لكنه لا يجد نفس الشعور الذي يجده حين الحجامة، ذلك أثر القرين. حتى العبد إخواني مثلا في الصباح قد يصبح الإنسان متشائما أصلا، يقول: أشعر أن شيئا ما سيحدث، شيء يعني سيء سيحدث لي. كل هذا من تحزينه، تحزين الشيطان، تحزين القرين للعبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب. النصب هو التعب في الجسم، والوصب هو ما نجده، هذا الحزن الذي يكون في القلب. من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. ولكن مقدار هذا الوصب وهذا الحزن عند مرضى القولون العصبي يكون مبالغ. قلت لأن القرين يعلم أن مرضى القولون هؤلاء يتأثرون كثيرا بأي طارئ في حياتهم. قد يسمع عن شيء تمنى أن يكون له فيحزن هو، هذا أثر الحسد إخواني. قد يسمع بأعراض شيء فيضخمها له لكي يحزنه، هذا من فعله. لذلك الحجامة إخواني والله اسمع، لا تضر لا مريض السكري ولا تضر من به فقر دم إذا لم يبالغ فيها الإنسان وفعلت كما يجب، وهي أيسر مما نظن إخواني. أي إنسان يستطيع بنفسه أن يفعل الحجامة لغيره، خاصة النسوة، دون الحاجة للذهاب ودون هذه المبالغ الباهظة وكل ذلك، لأن الإنسان سيداوم عليها بقية عمره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها أيما وصية. الآن سنبدأ في هذه النقاط إن شاء الله. إخواني، سأقول أحاديث قد تظهر في بادئ الأمر أنها متفرقة، لكن هي تحصيل علم حتى نجمع فيما بعد المراد من هذا الدرس. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا خرج من بيته، اسمع، فيقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت. عند ابن ماجه لفظ مهم جدا، قال: فتأتي الشياطين فيقول قريناه، يعني قرين الجن وقرين الملائكة، يقولون للشياطين التي أتت لتستفز أو تضره بالشر أو بالحسد أو بكل ما يضره ويسوءه، يقولون له: اسمع، كيف بكم برجل أو بعبد قد هدي ووقي وكفي؟ أي أن الشياطين قد تتآمر مع القرين ضد العبد. ذاك أن النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع هذا الحديث الثاني، قال: إن إبليس وضع عرشه على الماء، وفي رواية على البحر، يتشبه بالرحمن، يرسل سراياه كل يوم تترى، فأقربهم وأدناهم منه منزلة أعظمه فتنة للخلق. هذا الحديث معروف إخواني. طيب، لكن عندما قال يرسل سراياه تترى، ما معنى السرايا؟ السرايا تكون في الجيوش والجنود المنظمة، يعني رتب وجنود منظمة. تخيل إخواني، نحن نلاقي عندما يقول تترى كأمواج البحر متتابعة، يعني سرية خلفها سرية، كل هؤلاء ليضلوا ابن آدم. نحن غافلون عن هذا. عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فما معنى العالمين؟ فرعون قال لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. أي الله سبحانه وتعالى رب الإنس والجن والملائكة،
عالم الغيب وعالم الشهادة كذلك. فمن الغيب هذا الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تكون الشياطين اسمع جيوش وجنود مجندة سرايا، منهم فيهم الخيل، من راكب على خيل، وفيهم الرجل على رجله، كل هؤلاء يستفزون والناس في غفلة عنهم. لكن تأمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقالة، قال: إذا كانت فحمة الليل أو ظلمة الليل، اسمع الفحمة والظلمة. درس هذا اليوم إخواني ركز معي في الألوان، في الأسود والأبيض. قال: إذا كانت فحمة الليل أي سواد والفحم، الفحم طعامه الفحم، إذا كانت فحمة الليل، أو قال في رواية سواد الليل، اسمع ماذا نفعل؟ قال: فأوك سقاءك أي أغلق الذي تشرب منها، الآنية التي تشرب فيها، وخمر آنيتك، وسم واذكر اسم الله عليها، ولو أن تعرض عليها شيء، أن تضع مثلا شيء تقول بسم الله، تضع عليها ملعقة أو عودا، هذا يكون كالحرز فلا يقربه هؤلاء الشياطين. لماذا؟ لأن همهم الأذية وهمهم النجاسة وهمهم الإصابة بما كل ما يسوء ابن آدم. ونحن نعلم كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للجن مسلمين وكفار وللقرين كذلك نصيب من الرزق. الله سبحانه وتعالى عندما قال لإبليس ولآدم ولذريتهما، عندما قال لهم اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، اسم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فمن لازم الاستقرار والمتاع الرزق، كلهم يطعمهم الله سبحانه وتعالى. الآن اجمع هذا الحديث كذلك. قال أبو هريرة عليه السلام الله قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا أدعها حتى أموت، منها اسمع صيام 3 أيام كل شهر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت صائما من الشهر شيئا فصم 13 و14 و15. اسم هذه الأيام بالذات ماذا نسميها نحن؟ نسميها الأيام البيض. طيب لماذا سميت الأيام البيض إخواني؟ أيام بيض، رأيت عندما تكلمنا عن السواد، هو يحب السواد، فحمة الجن يحبون الفحمة، يحبون انتشارهم وعملهم، يعني هذه السعة وهذه المكنة التي مكنه الله من المنظرين، فمما مكنه في الظلمة في السواد وفي الفحمة وأكلهم الفحم. طيب لكن نحن نصوم الأيام البيض. طيب لماذا سميت أولا أياما بيض؟ سميت أيام بيض لليالي أنها كانت بيض، حينها يكتمل البدر في هذه الأيام، فليلها أصبح كنهارها سواء، اليوم فيه ليل ونهار، نحن نسميها أيام بيض لأن نهارها شمس وليلها أبيض كذلك للبدر، حتى يقال لشدة سطوع البدر وبياضه يقال ليلة إضحيان، أي كالضحى سواء، الليل والنهار سواء، فأصبحت أيام بيض يعني انتفى عنها السواد. طيب في هذه الأيام البيض إخواني، من يسكن في الساحل ومن يدرس بعض الشيء يعلم أن البحر يهيج في هذه الأيام، هم يقولون لعلاقته بالبدر، نعم، لكن ما الذي يحرك هذه الهيجان؟ قلنا في الحديث الذي ذكرته أن رسول الله قال أن الشيطان يبعث سراياه تترى مع الأمواج، أي سرية خلف سرية، فحين الليالي البيض في ليلها، الأيام البيض في الليل، يهيج البحر. لماذا؟ لأن الشيطان والشياطين عندما سلط عليها الضوء أكثر من اللزوم، سلط عليها الضوء، هذا يسبب حالة هيجان. هي تحب السواد، لكن البياض النور والضوء يسبب لها حالة الهيجان. فعندما قلنا في ذلك الحديث أن القرين عندما يخرج الإنسان من صبيحته ماذا يفعل؟ عندما يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تأتي الشياطين لتؤذيه ولتستفزه ولتضله. هي الآن عندما تنتشر في النهار، في الليل قلت ذلك الضوء يسبب حالة هيجان شديد. فالآن عندما تقبل للإضلال، ما هي الحالة وكيف تقبل؟ تقبل بأكثر هيجان وأكثر شرها يكون أعظم، وشرها الآن عصارة الشر تخرج منها. سنعلم لماذا نصوم. اسمع، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في تلك الليالي قال لعائشة: يا عائشة استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقب، وإن هذا غاسق إذا وقب. لم يقل هو الغاسق إذا وقب حصرا، لكن قال وهذا غاسق إذا وقب، أي القمر. لماذا؟
نحن نقول وأعوذ بالله اسم من شر غاسق إذا وقب. فما معنى غاسق إذا وقب؟ الغسق إخواني هو عصارة الشيء، يخرج عصارته. العين قبل أن تدمع فعند عصرها خروج الدمعة يقال غسقت العين. وعندنا في القرآن حميما وغساقا عياذا بالله. ما هو الغساق؟ هو عصارة أهل النار يأكله الأتباع، أهل النار يأكلون عصارة بعض، فالغسق عصارة الشر. ففي تلك الأيام تعصر عصارة شر الشياطين تكون ثم. طيب ماذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ أوصانا بصيام تلك الأيام. لماذا؟ لأن شهوتهم في الإضلال، والشهوة أصلا تنطفئ بماذا؟ بالصيام. فقرينك إذا صمت يكون في حالة ذبول وخفوت تام، لذلك لا يؤثرون فيه، فبالتالي لا يؤثر هو فيك. مصداق هذا إخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صيام 3 أيام. هو أوصى أبا هريرة قال له إن تحرزت صيام 3 أيام فهي البيض. قال صيام 3 أيام اسمع من كل شهر تذهب وحر الصدر. ما معنى وحر الصدر إخواني؟ وحر الصدر قالوا هو الغل والحقد الدفين. لذلك في هذه الأيام يكثر الطلاق ويكثر الانتحار وتكثر المصائب والبلايا، حتى الناس وضغط الدم، حتى الناس يجدون حالة من الهيجان لا يعرفون سببها. من كان صائما لا يجد من ذلك شيء بإذن الله. قلت وحر الصدر هو هذا هو شرهم الذي يبطن فيكون من الداخل، فيستفزون القرين ليفعل ويفعل. الذي إخواني يحدثونه تلك الجيوش والجنود التي تكون تطرأ في البحر حالة الهيجان في الماء، لأن البياض سلط عليها، دخل عالمها وأخذ حيزا من مكانها فكان الهيجان. نفس الشيء الذي يحدثه بياض الملح في الدم، هذا الهيجان ضغط الدم نفسه الهيجان، هذا أبيض والنور أبيض. قلت لك ركز معي الآن في الألوان، هذا الأبيض وهذا الأبيض الذي سلط عليها في مكانها يحدث هيجان البحر، نفسه الذي يحدثه بياض الملح في الدم. اجمع معي هذا أخي، أن عالمهم الأصل فيهم يحبون السواد، لذلك ينتشرون أكثر في الليل، الهامة تنتشر في الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يسافر وحيدا في الليل ما خرج من بيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك كان ينهي رسول الله أن يبيت الرجل أو العبد في بيته مفردا، لأن هذا مجالهم وهنا يستطير شرهم. قلت اجمع معي، فإن ما يطعمونه من فحم هذا السواد، وإن شدة البياض سواء من طعام أو ما يسلط عليهم يؤذي هذا الخلق. فأصل خلقة هذا الخلق الجن أنهم سود، لذلك لا يدخل أسود إلى الجنة. اسمع معي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يوما عندما ذهب معه ابن مسعود للقاء وفود الجن قال عنهم أنهم سود. يوما ما سندرس يعني بعض صفاتهم وندرس ما جاء فيها ولماذا يختلفون بين الطائر والزاحف وكل هذا. طيب، قال رسول الله في يوم آخر كذلك عندما قال أن الذي يتخلل الصفوف من الشياطين قال كأني أنظر إليهم كصغار الحذف، وهي صغار الماعز السود، ماعز أسود يكون في اليمن، نوع من الماعز، وانظر إلى رسمهم الماعز يشبهون الماعز، نوع من الماعز الأسود. قال كأنهم الحذف، هذا اللون الأسود، ففيهم لون السواد، فهذا عالمهم لونهم أسود يحبون السواد. كل هذا اجمع معي الآن. عندما قلت أن القرين لا يفارق إخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ابتدأ في طعام وكان معه جارية وناس، فأقدمت جارية فتاة صغيرة تمد يدها دون أن تذكر اسم الله، فأمسك رسول الله بيدها. هذا في صحيح مسلم. ماذا قال؟ قال إن الشيطان أراد أن يستفتح طعامكم بهذه الجارية، وإن يدي في يده في يدها. هو أمسك بيد الفتاة، قال يدي في يده، أي يده الآن صارت يدها، استعمل يدها. أكل يوما صحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسم الله، فنظر إليه رسول الله ثم ضحك. قال كان الشيطان يأكل معك، أي شيطان العبد، قال كان يأكل معك. فلما الصحابي قال بسم الله أوله وآخره، يعني آخر الطعام، تذكر، قال رأيت الشيطان قد استقاء ما أكل في بطنه. الأكل من أكله؟ الصاحب، يعني في بطنه هو. قال الآن استقاءه أي في بطنه. طيب، لماذا لم يقول له رسول الله أخرج؟ لأنه قرينه إخواني.
إذا لم يقل الإنسان بسم الله أكله، إذا أكل الإنسان بشماله أكل قرينه. لذلك هي عادات في أبداننا وفي الطعام وفي عاداتنا اليومية تجعله يتسلط علينا ويقع الذي نحن فيه. الآن سأخبر إخواني شيء لن تجده ولن تسمعه أبدا، وهو بعد دراسة كنت أريد أن أؤخر هذا لدروس عن الدجال، كيف يتسلط الدجال اليوم في الناس وما هي الجوارح التي بها يتصرف أصلا. عندنا إخواني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر مني. العين إخواني فيها شر، وأكثر شر يدخل الإنسان يخرج منه حسدا، وحتى في نفسه حب الشهوة واتباعها، كذلك العين. الحسد أعظم شر في الفتنة بدءا يبدأ غالبا من العين ومن الأذن، هاته الجريحتين، ثم يستقر ذلك في القلب. اسمع، الله سبحانه وتعالى إخواني بديع يصور كيف يشاء، فعين الآدمي فيها هذه الألوان، الأزرق والأخضر والقسطلي، يعني ألوان كثيرة شتى، هذا من بديع خلقه سبحانه وتعالى. لكن الجن قلت خلق أسود، غالبا هو أصناف لكنه متشابه، كل صنف يشبه ذلك الصنف، والأمارة اللازمة لهم هي السواد. فاسمع معي الآن، رأيت ذلك البؤبؤ الذي في أعيننا، في أعين الناس، ذلك البؤبؤ مهما اختلف لون العين يبقى البؤبؤ أسود لزاما. ذلك البؤبؤ رسول الله يقول: وشر سمعي وشر بصري. ذلك البؤبؤ هي عينه هو، نصيبه هو. لماذا؟ الناس يقولون أن البؤبؤ ينظم نسبة الضوء الداخل للعين، لكن ألا ترى أن البؤبؤ إذا سلط عليه الضوء والنور يخنس، يتقلص، وإذا كان في الظلمة يتسع ويتمكن، ذلك لأنها عينه هو. الآن سأعطيك دليل آخر. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن فتنة الدجال ماذا قال؟ إن جنته نار، معه جنة ومعه نار، وجنته نار وناره جنة. قال: فمن أراد أن يشرب من الماء فليذهب إلى التي هي نار وليسمي الله، يأتي إلى ناره يسمي الله. اسمع الآن الشرط، قال: وليغمض عينيه، لأن الدجال سيستعمل عينك بقرينك، وهذا يأتي في دروس الدجال بأدلتها، يستعمل الأذن ويستعمل العين. قال: فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليسمي الله وليشرب فإنه ماء عذب. طيب، الآن أصبحت العين تضر. لماذا؟ لأن فيها القرين، سيستعمل الدجال نصيب القرين من عينك. هل تصدق عينك أم الوحي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينك حيال الوحي تكذب عينك وتصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي إن شاء الله في دروس. الناس مثلا الذين ردوا حديث أن الشمس تأتي فتسجد تحت العرش، يقولون: كيف تسجد تغرب تحت العرش وهي في كل ساعة وحين تغرب في منطقة ما؟ إذن هي في دوام غروب، وفي حقيقتها ما غربت ها هنا إلا أنها قد أشرقت أو كانت في منطقة أخرى. فأين هذا الغروب التام الذي تحت العرش؟ سيأتي الإجابة إن شاء الله عن هذه الإشكالات، وكل من يرد الوحي الصحيح الصريح لما تراه عيناه. وبعد أن جمعنا إخواني هذا الشيء، هذا العلم المبدئي عن أن عالمهم ونصيبهم هو في السواد، وأن ما يضرهم هو البياض المحض إذا تجاوز حده وبلغ في حدهم، هذا يضر ويؤذيهم أصلا. اسمع، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جاءته أم أيمن صحابية، غربلت دقيقا ثم نزعت منه النخالة تماما، نخالته، فصار دقيق حواري أبيض صافي لا يوجد فيه ذرة من النخالة، فصنعت منه خبزا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأتت به له، فقال له: ما هذا؟ قالت له: هذا خبز نصنعه بأرضنا، أي حيث كانت هي. فقال لها: ردي ما نخلت منه فيه ثم اعجنيه ثم أتني به، أي ردي تلك النخالة التي ألقيتها. لماذا؟ لأن الأصل أن ذلك الطعام يؤكل كذلك كما خلقه الله سبحانه وتعالى، فهي عندما نزعت ذلك نصيب السواد وبقي حواري أبيض صافي رسول الله لم يأكله. قال: لا، ردي ما نخلت منه، هذا هو نصيب السواد والبياض. فنحن اليوم القولون العصبي يسمونه، اسمع،
والله هذا العلم الذي قاله رسول الله، اسمع، 14 قرنا. النخالة التي انتزعت من ذلك الطعام ماذا فيها؟ اليوم يقرون أن فيها المغنيسيوم والزنك، يقولون الزنك هو يقوي المناعة، والمغنيسيوم لمن يصفون المغنيسيوم؟ يصفونه لمن به حالة قلق أو تشنج، يعطونه هذه المادة. طيب، هي كانت في النخالة. اليوم يسمون القولون العصبي مرض العصر، هو عنده منذ 60 عاما فقط، لم يعرف من قبل. حتى اليوم الذي يسكن البادية ويأكل طعام البادية ولا يحيا هذه الحياة الحديثة التي نحن فيها اليوم، لا يعرف لا قولون عصبي ولم يسمع به أصلا، لأن طعامه الآن. نحن الشيطان أولا توعد بتغيير خلق الله، وهذا من تغيير خلق الله. نحن أفسدنا طعامنا، جل الطعام الذي نأكله اليوم فيه هذا الفساد. ما هو؟ الله جعل كما قلت أنه جعل لهم مستقر ومتاع، أي نصيب في الطعام، فذهب الشيطان أذية ليتأذه فيؤذي العباد، فنزع وتلاعب بذلك النصيب، عملية التهجين، عملية نزع، تغيير، كل هذا إفساد لأصل الطعام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا عندما قال أوصى بشرب اللبن، واللبن أبيض، قال اسمع ماذا قال عن ألبان البقر، قال فإن لبنها شفاء، لبنها دواء وسمنها شفاء. اسمع الآن الشرط، قال ذلك أنها ترم من كل الشجر، أي تطعم الأعشاب المتنوعة، فالشفاء جاء من تلك الأعشاب. فاليوم هي لا تطعم تلك الأعشاب، بل تطعم النخالة التي هي أصل كانت طعام الإنس، فأصبح حتى حليب اليوم وحتى سمنه لا شفاء فيه ولا دواء فيه، بل على العكس يؤذي مع الكثرة، أصبح فيه أذية. التلاعب بالطعام، تلاعبنا بطعامنا اليوم. حتى اللحوم إخواني، اللحم الأبيض، لحم الدجاج، هم يسمون الدجاج لحم أبيض، لا إخواني، الدجاج من الطيور، والطيور لحومها حمراء. ألا رأيت مثلا دجاج البادية أنه أحمر، ودجاجنا اليوم هذا الذي في يعني محتجز هذا لحمه أبيض؟ لماذا؟ الطعام تبدل وهو لا يتحرك، من شدة أنه لا يتحرك محبوس، فلا تخلق فيه أصلا الخلايا والأوعية، فلا يحمر لأنه لا يتحرك فيبقى على بياضه، بينما الأصل أن الدجاج من اللحوم الحمراء ليس من اللحوم البيضاء. قبل أن ندخل إلى هذا أردت أن أوضح شيء، وهو من النسوة ومن الناس مثلا عندما يسمعون قرين ومس يعني حالة من الخوف الشديد، وهذا يزيده. قلت الخوف يغذيه إخواني ويجعل الخوف من الموت. تأتي دروس إن شاء الله هذا الهاجس ووسواس الموت، لا إله إلا الله. قلت هذا الخوف يجب أن ينزع لزاما، لأنه ليس كما نظن. رسول الله عندما قال رأيت الذين يتخللون الصفوف الشياطين، قال كصغار الماعز الصغير. اسمع الآن، سأعطيكم مثال. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في حديث جاء صحابي قتادة، الصحابي هذا قتادة ماذا قال؟ قال كنت في ليلة ظلماء حالكة، انظروا السواد، ظلماء حالكة قال، وقال كان فيها مطر، فأردت أن أخرج إلى المسجد لأصلي مع رسول الله صلاة العتمة، لأن الرخصة أن يصلي في البيت، قال لأدرك معه هذا الفضل. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه، فلما أكمل معه رسول الله قال يا قتادة ما أتى بك؟ قال أردت هذا الفضل. اسمع ماذا قال له، قال فإن الشيطان قد خلفك في أهلك، زوجته فقط في البيت، استفرد بها الشيطان الآن. فقال له رسول الله أدرك أهلك. الآن النسوة والسامع ماذا يقول؟ كيف تتصورون هذا الهول الذي وهذه المحنة التي فيها الزوجة بمفردها مع الشيطان، ورسول الله قال له قد خلفك؟ الآن منظره كيف هو وكيف هي والحالة التي فيها هي، بل رسول الله أعطاه جريدا يعني عرجون فارغ، قال له خذ هذا. فعندما خرج الصحابي اشتعل كشمعة النور بياض، قال اشتعلت بياضا كالشمعة، قال له خذ هذا فاضربه به. أصبحت هناك مواجهة وادرك أهلك. كيف تتصورون شكله وهيئته مع الزوجة الوحيدة في تلك الظلمة وتلك الهيئة؟ فعندما دخل ذهب إلى بيته، دخل فنظر في بيته ثم نظر في ركن، ماذا وجد؟ وجد قنفذ. هذا هو القنفذ، ذاك الحيوان الشوكي الليلي، وجد قنفذ فطرده، قال اخرج يا عدو الله، طرده. هذا هو. فعندما قلت لك أن الشيطان أدرك، التصور الغالب أنه مخلوق أسود كبير عظيم، هذا كله هواجس وإيحاء
نحن جعلناها إخواني، بينما حقيقة الأمر ليس كذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا قال بسم الله تصاغر الشيطان حتى يصير كالذبابة إخواني. أقواهم من الشياطين؟ أقواهم العفريت. رسول الله قال إن عفريتا من الجن قد تفلت علي اليوم أراد أن يفسد عليه صلاته. قال قلت لا أعوذ بكلمات الله، أعوذ بالله، فلم ينصرف. قال ألعنك بكلمات الله، فلم ينصرف. قال فمكنني الله منه فأمسكه حتى أحس برد لعابه على يده عليه الصلاة والسلام. قال ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد. هذا العفريت العظيم ماذا يفعل؟ قال تتلاعب به صبيان المدينة. هذا هو، نعم هذا هو إخوان. نحن أعطينا خاصة من الإيحاء والموروث الخاطئ أفلام الرعب وحكاية الآباء للصغار ليناموا جاءك الغول وجاء، فهذا الخوف نعم هو يؤذي، لكن متى يؤذي؟ حالة الجهالة والجهل ظلمة، وحالة الظلمة وحالة الخوف تمكينه من الخوف. أصلا إخواني الله ماذا سماه؟ خالقه سماه وهو الحق وقوله حق، سماه وسواس خناس. هو يوسوس، ثم ماذا؟ خناس أي الخنس. ما إن تذكر الله سبحانه وتعالى حتى يخنس، إن تغفل يتسلط بالوسوسة ثم يزيد، فإذا رأى منك خوفا يتغذى بالخوف، لكن أصله خناس. تذكر الله سبحانه وتعالى يخنس أي يتصاغر يتضاءل. الآن إخواني إلى ماذا نصل؟ نصل إلى شيء، هذه النقطة الأولى، أننا تلاعبنا بالطعام أصلا. والله من العجب أن هذه منظمة التغذية العالمية يعني أصدرت قرارات جازمة يجب أن تطبق. ما هي؟ نزع النخالة من القمح والشعير تماما لجعلها علف للدواب وللحيوانات. والله حتى سمعت مسؤول البلاد أمير بلادنا خرج يلح أمر رئاسي، ما هو؟ نزع النخالة بتمامها وجعلها علف للدواب، بينما الله سبحانه وتعالى خلق في القمح هذه القشور، هذه الفضلات هي طعام ما نصيب قريننا منا، فذهبنا لنزعناه فسلطنا عليه الآن تمام البياض، فهذا قلت لك يهيج كما يهيج الملح وكما يهيج جنوده وجنده في البحر من تسليط الضوء. الآن إخواني سأعطيك دليل، سأعرض عليك صورة، تأمل هذه الصورة جيدا وانظر معي إلى أول ردة فعل لبطنك. تأمل معي وأنت تنظر إلى هذه الصورة أخي، ستجد أن خاصة من يعانون من الغازات يجدون أن هذه الصور كأن البطن يرفضها أصلا ويأباها، كأن أمعاؤك أصلا تقول لك لا أريد هذا، يسبب لك الغازات خاصة إذا أكل بغير طهي. طيب ما هو اللون الغالب الآن على هذه الصورة؟ هو البياض. رأيت الأطعمة إذا كانت بياض محض، وهذا هو التوازن في الطعام الذي سنأتي إليه إن شاء الله. الآن انظر إلى هذه الصورة الثانية، ستجد أن كثير من الناس لا يوجد عندهم يعني نفور من هذه الأطعمة، بل على العكس يأكلونها ولا شيء فيه. الآن ما هو اللون الغالب على هذه الأطعمة؟ هو السواد. هذا هو نصيبه، شيء منه. لذلك الأطباء وصلوا إلى شيء وهو التوازن في الغذاء، يقولون لك التوازن حالة الغذاء. الفحم هو عندما ذهبنا إلى البياض المحض وأكثرنا من هذا الطعام المبدل المغير، تغيير خلق الله كما توعد إبليس، غير خلق الله سبحانه وتعالى في الطعام، هذا أول الأسباب أولا، فذهبنا إلى البياض المحض ونزعنا منه نصيبه. الآن ماذا جاء؟ والله عجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الطعام آخر الزمان مع الدجال يعني يخرج معه جبال الخبز وأنهار الماء ومعه ما معه كنوز الأرض، لكن عندما يقول أن الطعام بيده هذا بدايته إخواني، أخذ يتصرف فيه، هذا تغيير خلق الله. فعندما ذهبنا إلى البياض المحض ذهب هو الآن إلى النقيض المحض، لا يسكته إلا الفحم، السواد المحض. الآن سيقول قائل طيب الطعام هل أكل النخالة؟ أقول له لا. إذا أكلت نخالا بمعزل هذا ماذا يفعل؟ هذا يشفي بعض الأعراض لكن ليس علاج، خاصة من الناس من بلغ به الحد حتى أصبح بمريض، هذا الذي عندهم حساسية من المادة الجلوتين، مرضى السلياك، أسأل الله الشفاء للمسلمين. عندما نقول حمية هذا ليس هزل إخواني، عليه الآن أول شيء أن يوازن طعامه. كيف يوازنه؟ أي لا يأكل إلا طعاما صحي، لا يأكل طعام الذي في الشارع أبدا أبدا. لماذا؟ رسول الله عندما قال أن أوكي سقاءك وخمر إناءك، فطعام الشارع هل الذي يبيعه سيحرص عليه هذا الحرص؟ أولا. ثانيا الأطعمة المعلبة
كلها داء وكلها سموم، علمت أو لا تعلم. هذا الأمر الثاني. الآن هذا التوازن، سيأتي تقليل الطعام فيما بعد، لكن أخي أول الشفاء ماذا تفعل؟ يوميا إخواني 3 مرات نصف ملعقة حبة سوداء، يوميا 3 مرات نصف ملعقة صغيرة حبة سوداء. لا يلزم أن تأكلها على الريق لأنها تحدث بعد الحروق يعني حارة، لكن نصف ملعقة 3 مرات يوميا، هذا يذهب هذا الوسواس ويعوض ذلك النصيب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالحبة، اسمها السوداء. قالت عائشة: كان طعامنا الأسودان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النقطة الثانية إخواني: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فبحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان فاعلا ولا بد فثلث للطعام وثلث للماء وثلث لنفسه. قال: جاء في حديث لأبي هريرة في صحيح البخاري قال: كان رجل يأكل كثيرا، فلما أسلم أصبح يأكل قليلا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. كيف ذلك؟ قد تجد مسلم يأكل كثيرا، فهل من يأكل كثيرا ليس مسلم؟ لا، هو أعطاك عادات الكفرة. لماذا؟ لأن المسلم قال له رسول الله: يقيمن صلبه، يأكل بالقدر الذي يقيم صلبه، وفي هذا علاج، وفي هذا راحة للبطن، وفي هذا قلة أسقام، لأنك أصلا أكلت أكلا شاركك فيه هذا القرين، لذلك يخرج ليس كطعام الجنة. طعام الجنة يخرج رشح ومسك، أما هذا فنعلم كيف يخرج، حتى أن ما يطرح منه إذا كانت الملائكة تحيط بالعبد معه في مجلس في الصلاة، فإذا أحدث العبد انصرفت الملائكة، لأن ما أحدثته هو آثار الشيطان، آثار القرين منك. الأصل أنك خلقت من روح وما أدراك، ومن ماء وتراب، كل هذه الثلاثة طهر وما أدراك. فمتى دخل هذا النجس في الإنسان، هذا الذي قلناه في الدروس الماضية في سر البداية. فما معنى أن الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد؟ فالكافر إخواني يأكل بطرا، ويأكل بذخا، ويأكل جشعا، ويأكل للتسمن، ويأكل طرفا للدنيا، بينما المسلم ويأكل تبذيرا، بينما المسلم يأكل ليقيم صلبه فقط. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرقة والذين يتبعون الهوى بعد 3 القرون قال: ثم يأتي أقوام من أمته قال يتسمنون. رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: دخل يوما فقال: هل من طعام؟ دخل يوما مع الظهر يوم مع الظهيرة قال: هل من طعام؟ قالت: لا. قال: إني صائم. ودخل يوما قالت له عائشة: يا رسول الله، قد أهدي إلينا حيس، وهو تمر مع دقيق وبعض السمن مع بعض، وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها: ألا إني كنت صائما وهو يحبه؟ قال: فقدميه. فأكل منه بهذه البساطة. قال لها: هل من طعام؟ لكن عاداتنا نحن اليوم أصبح الغذاء يعني إشكال، وأصبح هو مشكل أصلا في حد ذاته، وأصبح غاية الحياة. مثلا الرجل عندما يخرج من بيته اليوم ماذا يقول؟ تقول له الزوجة مثلا: ماذا صنعته في الغداء مثلا؟ فيقول لها: افعلي كذا. فيقول الابن: هاتي أكلناها بالأمس. فيقول اقتراح آخر. تقول البنت: أنا لا أحب هذا. ثم تقول الأم اقتراح، أصبحت إشكال، أصبحت عندنا مشكلة سنعالجها الآن. هيئة الأمم المتحدة سنجتمع، ماذا سنأكل وماذا سنطهي وماذا سيكون وماذا الذي يرضي هذا ولا يرضي هذا. ثم سيعرض مثلا، فتح باب الشهوة، سيقول الطفل الصغير مثلا: سمك، جمبري. سيقول الأب: والله هي غالية الثمن، يجب أن أضاعف العمل. أصبحت ورطة الآن. رأيت حياتنا حتى. ثم يقول لك: والله أنا في قلق ومزاجي متعكر، والحياة والظروف. هذا الذي يسبب أصلا القرون. حتى أصلا هذا الموضوع يصبح ممل أصلا، تصبح مجرد الفكرة مملة. تقول للزوجة: ما طعامنا؟ تقول لك: قل أنت، أنا مللت من التفكير، قل أنت. لماذا؟ لأننا ما خلقنا لهذا. عندما شغلت القلوب بغير باريها وبغير التقرب لربها، أصبح كل شيء فعلناه ممل، وأصبح هو ممرض في حد ذاته. أصبح إذا سمعنا بشيء فيه غلاء، هذا يجعل القلق في القلوب ويجعل هذا الضغط النفسي. لماذا؟ نحن حتمناه على أنفسنا. سأعطيك الآن مثال. رسول الله عندما قال: طعام العبد يكفي الاثنان، وطعام الاثنان يكفي الأربعة، وطعام الأربع يكفي الثمان. لماذا؟ أعطيك الآن تجربة وقد فعلها كثير من الناس وهم لا يشعرون. مثلا يوما تكون في طعام بمفرد أو مع الناس،
فيأتيك هاتف أو يطرق الباب مثلا فتنصرف، ترفع عينيك عن الطعام، تتكلم في الهاتف 5 دقائق 10 دقائق أو تفتح الباب أو تفعل شيء، فعندما ترجع وأنت أخذت منه في المرة الأولى لقيمات 5 6 7 لقيمات، ثم ترجع فتجد أنك شبعت. لماذا؟ لأنك رفعت عينك. ما دامت العين مصوبة، قلت لك العين وما أدراك كل شيء، كذلك غض البصر نفس الشيء. الرجل مثلا قد يتزوج 4 نسوة، الطويلة والقصيرة والسوداء والبيضاء، ما لم يغض بصره فلا يكفيه شيء. كذلك نحن ما إن وضعنا أعيننا أي لبها توجها، أنا إخواني لا أحرم، حتى لا يقول لي أخي تحرم زينة الله والطيبات من الرزق، لا إخواني، أنا أقول ليست هي الغاية، كل ما طاب لك أشكر الله عليه واحمده وتزود منه، لكن ليس الغاية، والإكثار منه ليس من عادة المسلمين، وغاية الطعام والتسمن والإكثار منه وهذا البذخ وهذا التنوع أصلا هو سبب الداء. فالأمر الثاني الآن هو الإقلال إخواني. قلت الشيطان عندما يأتي إلى القرين، قال رسول الله الصيام. ماذا يدفع الصيام؟ يدفع هاته الحالة التي نجدها من هيجان، وهذا المرض أصلا يرهقه، الإقلال من الطعام إخوان. وهناك أمر مهم يسميه الناس الساعة البيولوجية، وقت الطعام ووقت الغداء. نعم، هو عودته كأنه عندك هر أو دابة فتطعمها في وقت معين فيأتي ذلك الوقت، فإذا أطعمتها في غير وقت تشعر بالغازات وتشعر بالمرض. مثلا إنسان فطوره على الساعة 7 صباحا، لو أنه يوما أبكر وأكل مع 4 أو مع 10 سيجد هذا الذي يجده. لماذا؟ لأنه أصلا أنت تؤدبه. رسول الله عندما قال المؤمن يمضي شيطانه، أي بيدك أنت عندما أدبته أصبح يمشي مع تصرفك أنت، فعندما يرى منك هذا الهلع مثلا يتصرف معك من هذا الباب. الصيام والإقلال من الطعام يجعل هاته الحالة يقللها كثيرا، مع قليل طعام مفيد نافع. لا أقول لك مجرد أن تأكل أي طعام لو لا تحبه، لا. مثلا لو أن تقوم من يومك تشرب كأس ماء فيه بعض العسل، وتأكل قليل الطعام المتزن مع الخضار، مع قلة الطعام الذي بدلناه اليوم وخاصة العجائن وكل التي أوصاك الأطباء بضرها، فقلل منها مع المواظبة على الصيام مع الحجامة. وما أدراك، احرص على الحجامة الشهر في كل شهرين مرة إخواني، احرص على الحجامة أيما حرص. الآن الأمر الذي قلته في الدرس الماضي، وهو عندما قلت أنه دخل من جهة الحرص على الدنيا الناس لذلك الفقير والذي يسكن البادية أو الإنسان الفقير ليسمع بالأعراض التي يشكو منها أصحاب القولون العصبي، ذلك أنه عندهم طموح، ومن الناس الذي المستوى المتوسط في الحياة عندهم يعني ما يسعون له، لذلك يخافون ذهاب شيء أو مال أو ضياع أو كلمة تؤذيه أو منزلته أمام الناس أو مظهره، فيتأثر كثيرا. بينما لو كلمة واحدة تشفيه لكنها صعبة وأصبحت في أيامنا يستعر بها الناس، وهي الزهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا هو العلاج إخواني والذي لا إله غيره، سهل يسير جدا لكنه ممتلع صعب جدا، الزهد. وما أدراك ما الزهد؟ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صلحت أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويكون فساد آخر الأمة بالحرص والبخل، هذا الشح، شح الأنفس الذي نراه الآن. لذلك من كان زاهدا في دنياه والله لن يجد من هذه الأعراض شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، لن يجد شيء من هذه الأعراض. بينما الزهد قلت لك شيء أصبح يستعر منه. والله سمعت الإمام قام على المنبر قال رسول الله حديث، والله لم يقله رسول الله، والحديث أصلا ليس بحديث ولا يصح، والناس كلهم يحفظونه على أنه حديث، وهو اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا الحديث إخواني ليس حديث ولا لقول رسول الله ولا شيء، قاله من قاله، هذا خطأ أصلا متناقض. إخواني كيف تعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وفي نفس الوقت ستعمل لدنياك كأنك ستعيش أبدا؟ هذا خلد. والذي سنخبره أنه سيموت غدا هذا سيفزع إلى المسجد أو إلى البكاء، كيف سيعمل مع هذا الفزع على دنيا؟ هذه العادات التي ورثناها، يجب المنافسة على الدنيا ومنزلتك ومكانتك بين الناس وكم جمعت، والخوف، الأبناء، الفقر، كل هذا يسبب، قلت لك هي حياتنا ونمط هذا الحياة. فالإنسان أصلا المريض يسأل الشفاء. لماذا؟ من الناس من بقي مريض قال لي 20 30 سنة وأنا مريض. طيب تريد الشفاء،
أسأل الله الشفاء للمسلمين جميعا. لكن الذي يريد الشفاء لماذا؟ لترجع للطعام. والله وأنا أرى الناس اليوم في الأسواق خاصة في هذا الشهر، حتى قلت للرجل، قلت له لعلنا فاهموا ولعلهم فاهموا ونحن معهم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فهمناها أن نتزود من هذا. حرب والله، ثورة على الطعام، وإذا شعروا بأي مادة قد غلى سعرها هلع وحالة من الفزع وحالة من لا إله إلا الله. قلت لك الزهد، وما أدراك ما الزهد. عندما الإنسان يريد الشفاء لماذا؟ الأصل ليس ليرجع للطعام، الأصل يشفى ليعبد الله حق العبادة وليتقرب لله سبحانه وتعالى. فماذا يقول؟ مثلا اللهم اشفني لأتقرب إليك لأعبدك. طيب ما رأيك وأنت الآن في طريق الشفاء؟ أنت مثلا إنسان مريض قد وقع ما وقع في الأمعاء ووصلنا إلى هذه الدرجة، فما قولك لو هذه الفترة نواظب الآن على ذكر الله وعلى المسارعة والرجوع لله سبحانه وتعالى، والله دون ما شعور ستجد أنك شفيت دون أن تشعر. ارجع، اعزل الدنيا عن حياتك. حتى الصحبة إخواني، من كان يصاحب ناس كلامهم إلا الدنيا، هذا اشترى وسيارته أغلى من ذاك، وذلك رقي، وذلك أغلى من ذلك، وذلك عنده عمار، وذلك هذا يزعج أصلا ويؤرق، وهذا ممرض. بينما لو كانت لك صحبة، رسول الله قال أكثر من ذكر ماذا؟ هادم اللذات، الموت. بينما لو كان لك صاحب يحدثك عن الآخرة ونعيمها وعن القبر وفزعته ونعيمه، وهذا ستترفع عن الدنيا شيئا فشيئا. لذلك الزهد هو كالعدوى إخوان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أم حبيبة زوج رسول الله قالت اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. اسمع ماذا قال لها رسول الله. تريد التمتع معهم للدنيا. قال لها رسول الله لقد سألت عن أشياء، لقد سألت عن أعمار مضروبة وآجال مقسومة وأيام معدودة. قال لها لو أنك سألت الله عن أن ينجيك، أن يعيذك بعذاب في القبر أو عذاب في الآخرة لكان أفضل وخير. فالإنسان لذلك الهم، من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله. هذا الفزع التي نراها لأن الدنيا كانت هم، يجعل الدنيا همه، سيموت، سيفارق الدنيا، وأنت ستفارقها. ما من عبد سيخلد بعدك فلا تخف، وسنلحق بجبلة من الناس، بأجيال، بألوف قبلنا. الأصل في كيف سنلحق والحالة التي سنلحق بها. فمن كان هذا همه لا يعنيه من الدنيا شيء، والله بمجرد هذا الإحساس سيرفع القولون العصبي. وعندما قلت أن القرين يتسلط حالة الوهن، حينما يشعر الإنسان بوهن يسلم نفسه للدواء ويسلم نفسه للراقي، هذا حالة وهن شديد. حينها يتسلط القرين ويحدث هذا الذي أذهب بطعم لذة الصحة عند كثير من الناس. رسول الله قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال صحابي يا رسول الله أو من قلة؟ قال بل من كثرة لكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله مهابتكم من صدور عدوكم، العدو، ويلقي في قلوبكم الوهن. ماذا عرف الوهن؟ قلنا هو حالة الوهن يتسلط القرين، حب الدنيا وكراهية الموت. لأجل هذا يتسلط إخواني، لأجل هذا وجب الإنسان أن يزهد. مثلا للرجل والله يعطيه نصيحة فليجربها، فيها أجر وفيها منفعة، ويدخله من أوسع الأبواب كما يقولون، هذا دخل من أوسع الأبواب، وهو تغسيل الميت. إلى الرجال إذا سمعت بميت من أقاربك تعلم كيف تغسله، أمر يسير جدا. أخوك مثلك نام فغسله كأنه نائم فغسله. اسمع، أولا تكفر عنه 40 خطيئة كبيرة. رأيت الزنا عياذا بالله وشرب الخمر وشهادة الزور، 40 كبيرة يكفرها ماذا؟ تغسيل الميت. ثم ماذا فيها؟ لكن بشرط أن يحسن وأن يستر ما رأى فيه، فهذا أخوه وهو يوما ما سيكون في نفس الحالة. لكن يحدث له تغسيل الميت، يحدث شيء والله عجب، يقلب حياة الإنسان، والله يقلبها. تقول هذا إنسان كان مثلي، له طموح وحياة ويخرج ويدخل، وفلان راح فلان جاء، انظر كيف أقلبه، وما هذا اللون الباهت، ثم سيلقى إلى الدود. ما هذه الحقيقة؟ تدخل عندما قال رسول الله أكثر من ذكر هادم اللذات، أنت أصبحت تلامسه. الأمر الآخر مهم، وهو احرص أن تبقى في دائرة النور، وفي صدرك في دائرة النور القرآن والذكر والتسبيح، وباطنا وظاهرا بشيء مهم جدا، وهو إياك ثم إياك
ثم إياك أن تبقى على الجنابة ما استطعت. أمر الجنابة جلل خطير مهيب. أنا أطلت في هذا الدرس، سأطرحه إن شاء الله في درس قادم. ما الذي يفعله الشيطان وما الذي تفعله الملائكة مع صاحب الجنابة، ولماذا أصلا سميت جنابة، وما الذي يفعل بصاحبها؟ والله لفزع كل من كان على جنابة لما يقع له فيه. سنقدم إن شاء الله في هذا الشهر الكريم على الأسماء الحسنى، هذا العلم العظيم. ثم ما إن نتفرغ إن شاء الله سنواصل هذه السلسلة وباقي سلسلة سر البداية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا. هناك أمر أردت أن أطلبه، طلب رجاء من إخواني. في القناة عندي درس عن رمضان، كنت أنوي أن أعيده باختصار، لكن بركة الوقت أسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا لم أوفق. فليشاهد ذلك الدرس، سأقدمه أولا درس رمضان. لماذا الله قال إلا الصوم فإنه لي؟ لماذا؟ ما حاجة الله في الصيام؟ هذه واحدة. الأمر الثاني ما هو ليلة القدر، حتى نستعد لها. ما معنى ليلة القدر؟ هي ليست كما نظن وكما سمعنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا. والله أسأل لإخواني الشفاء، لكل مسلم أسأل له الشفاء العاجل. ومن أصيب فليصبر وليحتسب، فإن أهل البلايا أو أهل العافية يوم الحشر ويوم القيامة يتمنون أنه كان بهم من الأسقام لما يرون من الخير والأجر يصب على أهل الأسقام صبا. فليصبر وليحتسب. تداووا عباد الله، لكن ليصبر كل إنسان وليحتسب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع المسلمين بالعافية وبالصحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.